السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جالكم فيديو سهل وبسيط، يا رب ينول إعجابكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو هنصلي على الرسول أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك الجميل والكومنت الحلو منكم. هنعمل النهارده طريقة محشي سهلة وبسيطة وجميلة. عندي ورق خاص فقلت أجيب كرنباية أكمل بها، وهيبقى النهارده المحشي بتاعنا عبارة عن ورق خاص وكرنباية جميلة زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. طبعا انا سلقتها مع نفسي، انا بعمل على طول معاكم سلق الكرنب وانتوا عارفين طريقتي. اول حاجة غسلت ورق الخاص ودبلته، ما بياخدش مية مغلية، وبعد كده سلقت الكرنباية سلقة حلوة وحشتها في جنب بقى. تعالوا نشوف هنعمل ايه. جبت بصلتين حلوين كبار، او 3 بصلات كبار لو بصل كبير اعملي 3 بصلات كبار كده، لو ناعم اعملي 3 4 بصلات. احنا عارفين ان المحشي بيحب البصل. وكنت في نفس الوقت بجهز فطار، يعني انا كنت بعمل المحشي وفي نفس الوقت بقلي بطاطس. لو الكاميرا بتجيب ايدي هناك اهي. كنا لسه الصبح كده وقلنا نعمل ايه، نجهز فطار جنب ما نجهز التسبيكة، وندخل بقى المطبخ بتاعنا بقلب جامد ونعمل شوية محشي الدنيا برد، ونشوف فرخية حلوة كده وندلعها ونحطها في المحشي. واللي عايز يكمل الفيديو معايا يحط لايك حلوة منه كده وكومنت حلو، وكملي الفيديو يا عسل انت وهي هتستفادي منه ولو بمعلومة واحدة. بصوا بقى حبايبي، البصلتين بتوعي بقى بدوا ايه ان هما يتبلوا. طعمي بقى اكلك قرن فلفل حامي لو بتحبي. ما هو بصراحة الفلفل ده طلع مش حامي خالص، عشان كده انا هحط هرسة شطة. يعني انا وانا بقطعه كده مش همتلوش اي ريحة ان هو حر، مع ان حطيت قرنين فلفل حلوين بس ما طلعش حر خالص. هو فلفل طويل بس ماهوش حر. عشان كده هنجيب هرسة شطة كمان ونضيف معلقة هرسة شطة، لان انا بحب المحشي بتاعي يبقى ايه مشطشط وحلو كده عشان يدفي في البرد الجميل اللي احنا فيه ده. احلى بقى محشي تكليه في الشتاء. ليالي الشتاء ما تحبش الا المحشي عشان تاكلوا وتنتخوا وتبقلظوا وتبقوا حلوين كده. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. هو محشي جهزي تسبيكته جنب ما بتعملوا فطارك على طول، يا دوب قلبي بقى وشم ريحة الفلفل. وطبعا انا جايبة كمية توم حلوة مقشراها، كنت بقشر فيها وانا بسلق ورق الكرنب. يعني مسكي وقتك كده مع بعضه، يعني انا كنت في نفس الوقت حاطة المية وبقشر التوم، وفعلا دلوقتي بدق اهو. شوفوا، جبت معلقة حلوة ملانة كده، انا بدق بقى زي ما انتوا عارفين انا بعمل ايه. دق التوم بتاعي ومجهزاه واخد منه معلقة معلقة واحنا ماشيين مع بعض كده. شوحي بقى بصلك قلبيه مع فلفلك مع تومك مع معلقة هرس الشطة زي ما احنا اتفقنا هنجيبها، وتشم الروائح الحلوة بتاعتك. وهننزل بالطماطم انا فرماها، لو انتم ملاحظين قدامكم طماطم هنا اهوت وفي طماطم كمان في الشفشق. واهم حاجة اما تيجي تفرموها تخليها تخينة ما يبقاش عليها مية كتير. ولو عندك هاند بلندر ما تعمليش عليها مية خالص. بس اما اننا بنعملها بشفشق الخلاط بنحط كوباية مية تحرك معانا الشفشق علشان خاطر ما يتكسرش مننا او يتحرق مننا. فانت ما تكتريش الميه، حط شويه اول ما تفرمي، وبعد كده لو هتعملي تاني ما تحطش ميه، سيبي شويه طماطم في الشفشق واشتغلي. وعلى فكره انا بحب والله الطماطم بتاع المحشي باينه، يعني انا ساعات بقطعها قطع ما بفرمهاش في الكب. يعني بحب الطماطم بتاع المحشي، بيبقى لها طعم تاني بصراحه. تعالوا بقى ايه، نجيب معلقه هرسة الشطه ونقلبها تقليبه حلوه. والبطاطس بتاعت اولادي بدأت تحمر، كله بقى عايز يفطر، وفي نفس الوقت انا عايزه ايه على ما اقوم من على الفطار تكون التسبيكه اتسبكت عشان نمسك وقتنا بدري بدري. انتوا عارفين ان يوم الشتاء ما فيش، يعني ما في ساعتها كده. وانا ما بحبش بصراحه اعمل اي حاجه في المحشي على بيات، ما بحبوش. يعني انا ما بحبش المحشي اللي تقعدي تسلقي في يوم وتسبكي في يومين وتحشي في 3 ايام. انا ما بحبش الفيلم المحروق ده، لا بيبقى له طعم ولا بيبقى حلو. بالذات ما بحبش لا اسبك لا بالليل ولا اسلق ولا اي حاجه. انا بحب اجيب الكرنبايه كده امسكها اضبها واسلقها واحشيها في نفس اليوم وتتاكل في نفس اليوم، تبقى عسل، تبقى بتحسي لها بطعم تاني. تعالوا ننزل بقى الطماطم بتاعتنا شوك بانها تخينه نازله مية مية. تعالوا كمان نجيب الشفشق بتاعنا وهنسيب فيه شويه. طب هنسيب شويه ليه؟ هقول لكم طولوا بالكم عليا، وهقول لكم انا هسيب شويه الطماطم اللي انا سبتهم دول ليه. لو تابعت الفيديو للاخر معايا هتعرفي كل حاجه. تابعي الفيديو يا عسل انت وهي. قلبي بقى الطماطم بتاعتك وما تضيفيش هنا الا رشه من النعناع الناشف،
وفي نفس الوقت حبة من السكر، وسيب الطماطم تتسبك من غير اي بهارات ومن غير اي حاجة. هو شوية نعناع ناشف وحبة من السكر، وغطى عليها وسبيها، ولا هنعمل اي حاجة في التسبيكة بتاعتنا غير كده. وبعد كده اقول لكم احنا هنبهرها ازاي ونعملها ازاي. ادي السكر، لا اله الا الله، صلى على الرسول يا حبايب عليه افضل الصلاة والسلام، اذكروا الله. وده النعناع الناشف، غطي بقى عليها وسبيها. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. يعني بصوا، سيبي ده وامسكي ده عشان تمسكي وقتك بدري وتخلصي كله في ساعتها كده. يلا هنسيبها بقى. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. جبت بصل، جبت برضو نفس كمية البصل اللي انا محمراه او اللي انا مدبلاها زيها بالظبط، مش هحمره ولا اي حاجة. حطيت عليه قيمة راس توم مدقوقة، وسايبة توم كمان. هقول لكم الايه، هقول لكم. وكده التسبيكة بتاعتي بتتسبك وعايشة حياتها. وتعالوا بقى نعمل التتبيلة للمحشي بتاعنا. اول بهارات المحشي كزبرة وكمون، وما تكتريش البهارات علشان خاطر ما تاكليش بهارات، احنا عايزين نحس بطعم المحشي. كزبرة وكمون وفلفل اسمر وحبة من السبع بهارات. وهضيف كمان رشة قرفة، ولو انت بتحب القرفة متحبهاش استغنى عنها. اهو قدامكم كل حاجة واضحة. يبقى حطينا كزبرة كمون فلفل اسمر 7 بهارات، رشة من القرفة. ده بهارات المحشي بتاعنا النهاردة. وهنحط كمان حبة من بهارات اللحمة. شفتوا بهارات اللحمة بنبقى نجيبها دي، حتى منها شوية برضه. وهجيب مكعبين مرق، حطيت كمان شوية نعناع، نعناع ناشف. بمسكه افركه كده واضيفه، بيبقى حلو، بيبقى حلو، ده طعم حلو للمحشي يا بنات قوي. وبعد كده بضيف كمان الملح بتاعي، والملح بتاعك تبع بقى اختيارك او تبع الكمية اللي انت عاملاها. معايا مكعبين من الماجي برضه هضيفه، مكعبات المرق الدجاج. لو انت حابة تضيفيها ضيفها، ما انتش حابة براحتك. بس انا هضيف مكعبين اهو. وهقول لكم انا هحط المكعبات الماجي دي علشان احنا هنعمل النهارده المحشي بتاعنا بالفراخ. نحط الفراخ في قلب المحشي كده، بلاش نحرق الفيديو، يلا تابعوا الفيديو انتوا تعرفوا. وهنضيف كمان هرسة شطة عشان يبقى مشطشط وزي العسل زيكم كده اهو. لو الحد فاكر فيديو هرسة الشطة دي عاملاها معاكم على القناة، عشان اللي ماهوش عارف يروح يجيب كده الفيديو ويتفرج عليه. حبة من الزيت. وتعالوا ندعك بقى ايه بهاراتنا ببصلنا بتومنا بهرسة الشطة بمرق الدجاج بكل ده. وشم بقى الريح، ادعكي بصي تقولي كده. شوف انا بضغط كده على مرقة الدجاج بفركها. ايوه هي دي. ادعكي خالص 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 لما تخلي البصلة بتاعتك تخرج المية اللي جواها، وشم الروائح الحلوة وسبيه. ايوه هو ده. ومحدش يقول بتشتغلي بايدك، انا ما بحبش اشتغل الا بايدي، واحلى حاجة شغلك بايدك. ده انتوا لو شفتوا ايدي اتحطت تحت المية النهاردة كام مرة ما تصدقوش اهو. يعني طول ما انت واقفة غسلت الكرنب والخس، ورجعتي غسلتي الخضرة بتاع المحشي، ورجعتي غسلت الرز، ورجعتي غسلت البصل، ورجعتي غسلت التوم. شوفوا كل ده انت بتغسلي في ايديك، يبقى في انضف من ايديكي. انا بقرف من الناس اللي بتشتغل بجوانتات بصراحة، لان الجوانت اللي انت بتجيبيه ده بقى مليان بودرة كده وشكله وحش ومقرف وبلاستيك، انما ايديك ما هيش بلاستيك. تعالوا بصوا بقى الطماطم، بنزل انا شوية كده، بتدي بقى بصوا بتخلي معاكي طعم كده مميز. الطماطم حبة المية يعني الطماطم النايين دول بتعمل كده طعم مميز حلو قوي. لو شمتوا ريحة المرتة دي تحفة تحفة. وسبت كمان حبة طماطم. طب انا سبتهم ليه؟ هقول لكم، طولوا بالكم عليا، انا عارفة ان الفيديو طويل النهاردة، بس هتخرجي منه والله مستفادة مستفادة. كنا في الوقت ده فطرنا وبنشرب الشاي. اب هقعد لما اشرب الشاي؟ لا والله ما اقعد ابدا. ستات البيوت يا عيني علينا يا عيني علينا والله. ربنا يدينا الصحة يا ولاد والله. يلا الحمد لله. تعالوا نجيب مكعبين مرق. وجبت بصلتين نعمتهم، ونعمة هنا البصل. هنا بقى نعم البصل المحشي ما تنعميش، خليه بصي يعني مش دايب، يعني نعميه بسيط، خليه باين شوية. انما البصلة دي انا منعماه. حطيت عليها مكعبين ماجي، وحطيت عليها رشة ملح، وهحط عليها رشة فلفل، وهحط عليها كمان حبة كزبرة وكمون وحتة راسة شطة صغيرة. وهنعمل تتبيلة زي العسل. شوفوا ازاي مستخسرة تحوش حاجة في المعلقة.
ما هو حرام، حرام والله. تعالوا بُصّوا بتعمل إيه، أهو حطّت الكزبرة، وبعد كده هتحط حبّة من الكمون، وشوية من الفلفل الأسمر، وهتحط كمان شوية من ال7 بهارات، وهتمسك البهارات دي بُصّوا هتدعكها دعكة حلوة كده، أهو. على فكرة أنا كنت في الوقت ده نسيت التوم في الهون، بس هافتكره تاني وهاقول لكم افتكرته إمتى وعملته إزاي. صلّوا على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واوعي تخرجي من الفيديو، اوعي تزعّليني منِّك. عشان أقول لِك إحنا هنعمل إيه، شيلي يا ستّي كوباية الشاي اللي مزاحماكِ دي ومضايقاكِ، صعبان عليكِ تشيليها. آه، ادعاكِ يا أختي ادعاكِ، ده إنِّك طول النهار اغسلي وادعاكِ في بصل وتوم طول النهار كده أهو، ادعاكِ. أهو، يالّا. طَب أنتِ هتعملي إيه بالبصل ده؟ معايا بقى فرخة عسل، غسلتها وشطفتها وسايباها تتصفّى معايا من ساعة ما جيت أعمل التسبيكة، من ساعة ما بدأت أي غسيل حاجة غسلاها ومخلّيها زي الفل فُلّة، فُلّة، فُلّة كده، ومسكتها غسلتها وخلّيتها زي الفل وحطّاها تتصفّى، تصفّي المَيّة اللي فيها خالص، وهامسكها بالبصل ده أمسكها أتبّلها تتبيلة فُلّالي، زي ما أنتم شايفين قدّامكم كده. تعالوا بقى نمسك الفرخة بتاعتنا، أنا مغرّزة الصدر بتاعها ومفتحاه من كل حتّة، وهامسكها بقى كده أحشي جوّه وبرّه. ومغرزة اللي وراك ومغرزاه من الصدر ومخلياها مدلعاها اهو. اعملي ايه ايوه فيها كل حاجة كده. يا سلام كانوا شوية التتبيلة دول بقى، تيجي تقطعي كده الفص من الفراخ اهو. حبيت اوريكم ان انا مفتحه كل الصدر بالطريقة دي اهو، انا بدخل بصباعي كده في الفتح دي. تيجي تاكلي بقى الفص بقى من الفراخ وهو واخد التتبيلة والطعم ده ما اقولكوش تحفة تحفة. كتفيها بقى، ومعايا نص كمان، انا عاملة فرخة ونص أهو. أيوه هي دي، تعالَ بقى النُص التاني، يالّا نفس اللي عملتيه في الفرخة اعمليه في النُص، مش هي تقولي إن هو نُص لأ، دلّعي برضه النُص وكل حاجة، أيوه كده. الفراخ كانت عندي في الفريزر وطلّعتها، وبدأت إن أنا غسلتها وخلّيتها زي الفل زي ما أنتم شايفين كده، أهو، حلوة كده. الله! سيبيهم بقى، سيبيهم يعيشوا حياتهم. أنتم عارفين أنا نسيت أضيف لهم التوم بس هاضيفه، وهاضيف عليهم الطماطم اللي في الشبشق اللي قدامكم دي، لازمًا ما ننساش حاجة. الوقت أهو الطماطم شوفوا افتكرت أهو، هاحطها عليهم، وهاجيب التوم أحدفه عليهم، وقبل ما هابدأهم في الطبيخ هادعكهم كمان دعك. حضّرت في نفس الوقت الشبت والكزبرة غسلته وقطعته، أنا غاسلاه وسايباه يتصفى، الحاجات دي غاسلاها ومجهزاها وسايباها تتصفى جنبي، والرز غسلته ونزلت بيه يعني بُصّوا صفّي الحاجة، ومصفية الرز بتاعي في المصفى، بس خلّي بالِك المصفى تكون خرامها ضيّقة عشان ما تقولش هي اللي قالت لي، وتكون المصفى خرامها واسعة وتحط الرز من هنا تلاقيه معاكِ في البلاعة من هنا، وترجعي تدعي عليَّ، اوعي خلّي المصفى بتاعتِك تكون خرامها ضيّقة، وتقومي إيه مصفياها بالشكل ده. إنما لو المصفى عندِك اخرامها واسعة اوعي تحطي الرز ما تلاقيهش. خلاص يا حبايبي، تعالوا بقى إيه الكلام ده للبنات اللي لسه مبتدئين، يعني البنات بدل ما تشوفنا حاطة الرز في مصفى وترجع تحط وترجع تبوظ الدنيا، إنما الأمهات الفاهمين بسم الله ما شاء الله على إحنا بنتعلم منهم. تعالوا بقى نجيب المرتة بتاعتنا، ضيفي بقى، ضيفي وشمي الروايح، بصي كل حاجة جهزتيها هتضيفيها. المرتة اللي عملتها ضيفيها، والخضرة اللي قطعتيها هتضيفيها، وقلبي وشمي، كل ما تقلبي بقى تشمي روايح حلوة على نار متوسطة، وخلي الرز بتاعك يخرفش ويشكشك شكشكة كده وتلاقيه ايه ريحته طالعة عسل اهو. يا سلام، هو ده. والله كانوا حبة محشي يا ولاد ما اقولكوش كلناهم وعايزين ننام. كلي ونامي بقى واستدفي تاكلي وتجري تحت البطانية اهو. قلبي بقى كده لغاية ما تخليه كله بصي دايب في بعضه دب كده دايب ما انتش عارفة بقى ده من ده، وريحته بقى بتطلع معاكي جميلة قوي 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 قوي. انما لو حطيت البهارات من البداية في التسبيك وحاجتك كلتها مرة واحدة، على ما بتيجي تقلبي الحركة دي بتكون ريحة البهارات وريحة الحاجات طلعت من كتر الغليان بتاع التسبيكة، ما بتشميش ريحة المحشي، ما بيبقالوش ريحة ولا ليه طعم.
إنما كده طعمه وريحته بتدنّا فيه، تحسّي بطعم بهاراتِك وطعم أكلِك حلو، خلّي بالِك من المعلومات دي. دايمًا إحنا أي حاجة بتلاقيها يعني هتاخد معاكِ غلوة كتيرة أو سَي كتير، بنفضّل البهارات ما تتحطّش من البداية. تعالوا بقى إيه شوفوا، أدي الفراخ بتاعتنا سايبينها كل ده متبّلة وسايبينها. وكمان قرّبت الstand عشان أورّيكم، يعني أنا حسّيت إن هو بعيد كده عليكم، فقُلت أورّيكم الرُز بقى عامل إزاي، وهاروح أجيب صينية حلوة كده أحُط في قلبها الرُز، علشان الحلة اللي اشتغلت فيها من البداية هي اللي هاحشي فيها. يعني أنا سلقت فيها الورق وغسلتها، ورجعت عملت فيها التسبيكة، ورجعت هي اللي أنا هاحشي فيها. ما أنتِ ما توسخيش الدنيا وأنتِ واقفة. حطيت التوم بتاعي أهو، افتكرته، خليكم ناصحين كده وفاكرين زي خالكم أم سمير. ومسكت الفراخ برضو دعكتها بالثوم وبالطماط. خليكي يا اختي متكتفة بقى، زعلانة اهو. يلا، ريحتهم بقى جميلة جدا. يلا سيبوهم بقى كده وتعالي نجيب الحلة بتاعتنا. حطيت فيها ورقتين، وحطيت فيها قرنين فلفل. كان في بيضة باية من الفطار في جنب كده، شلتها متركزوش. تعالوا بقى انا ايه قلت ايه، بدل ما احط الفرخة ونص في الحلة واحدة، وكده كده انا هعمل حلتين، بعمل حلة كبيرة كده وحلة متوسطة. فقلت اسيب النص فرخة التاني احطه في الحلة التانية، مش مشكلة هنحصل بعضه يعني. جبت ورق الخس اهو، زي ما انتوا شايفين الفرخة الجميلة دي. هتستوي وبتبقى زبدة وعسل وما اقولكوش قمر. ولو حابة اما تطلعها تحمريها عادي، احنا والله ما حمرناها بصراحة، خلينا صراحة. انا قلبتها وخدنا صينية شوفوا هتشوفوا في اخر الفيديو كده، شلت الصينية بحالها بفرختها بمحتلة، اكلنا والحمد لله. وكان طعمها جميل جدا وحلو قوي. اهم حاجة تحس بطعم بقى الحاجة حلو معاك. احشي بقى زي ما انا بعمل كده اهو. هعمل بقى الكرنب والخس مع بعضه. طب انا ما بحبش الكرنب والخس على بعضه، اعملي حله خس وحله كرنب، يعني عادي. محشي الخس تحفه. لو انت ما بتحبش محشي الخس تبقي خسرانه، جربيه بجد مش هتندمي. والله ورق الخس جميل 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 تحفه. انا كنت جايبه خس، وبصراحه استخسرت ارميه، وانا ولادي ما بياكلوش الورق. فقلت لا، انا اجيب كرنبايه واكمل بيها، وتبقى ايه، اكله جميله وزي الفل اهو. يعني انت عندك ورق الخاص، وجبت كرنبايه ب15 جنيه، وكان عندي الفراخ، والحمد لله. يعني تيجي تبصي يعني اكله من بيتك على نصها شراء بتقضي يوم اهو. مشي الدنيا كده، الدنيا تمشي معاك. شايفين حاجة كده ما بتاخدش اي وقت معاك. والله العظيم انا هاخد ده كله وهروح اقعد دلوقتي واوريها لكم. طريقة جميلة وسهلة وبسيطة وتحفة بجد. هوريكم برضو وانا قاعدة ايه مكاني كده، بعد ما احصل نص الحل. تعالوا نقعد لان ما عدتش قادرة اقف بصراحة. هقعد كده واوريكم احنا هنعمل ايه. فانا مش معقولة يعني هحشي كله وانا واقفة. هل ده يعقل؟ لا يعقل طبعا. صلوا على الرسول يا حبايب، عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا بينا نكمل المحشي بتاعنا واحنا قاعدين. الله، ده لسه هجيب ورق كرنب يا ولاه، يا عيني عليا. طب هي بتوريكوا كده الورق بتقطعه ازاي؟ انا ما بقطعش على فكرة الورق كده خالص. انا بقوم جاية عاملاه وماسكة الورقة كلها هوب هوب حشيها على بعضها. بس اللي ماهوش عارف يعمل زي ما انا بعمل كده، عايز اقطع ورقة بورقة، يعمل كده اهو. بس طبعا يبقى حاطط في مصفى قدام منه كده وياخد. انا بديكوا الفكرة وانتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه بتاعكم انتوا. كل حاجة انتوا حابين تعملوها اعملوها. ما شاء الله. الله عليك. تعالي بقى روحي اقعدي، كتر خيرك اوي. تعالوا بقى شوفوا انا كده قاعد على فكرة بوريكم انا وصلت لفين، والفرخة بقت عاملة ازاي معايا وبلف حواليها ازاي اهو. صلى على الرسول يا حبايبي، عليه افضل الصلاة والسلام. حاجة كده زي الفل. غمضت وفتحتم ورحنا فين، خلصنا الحلة بتاعتنا. والله جميلة جميلة. جبت كده ايه صلصة وطماطم، وحطيت في الحلة مية. انا ما عنديش شوربة، ما انا شفت الفراخ عاملاها ازاي،
فاحنا هنضيف صلصة وحبة برضو بهارات، وكان عندي حتة قشطة كده، قلت والله ما انا مستخسرة، حطيها حطيها. حتة قشطة كده جبتها وطلعتها وحطيتها على وش المحشي. جميلة جميلة القشطة. طب انا ما عنديش قشطة، مش ضروري يا حبيبتي، عادي عادي، هيبقى جميل برضو زي الفل. بس بصراحة القشطة قشطة. اهو بهاري بقى. وحطيت برضو حتة قشطة في المية اللي خلت المية مرغية كده يا ولاد عشان تبقوا عارفين. ضفت حتة القشطة وحطيت حتتين كده على وش الحلة، وحطيت فيها كزبرة وكمون ومكعب مرق دجاج، وحطيت فيها الصلصة. وهنعمل شوربة يعني من غير شوربة. وبعد كده شوفوا جبت قرن فلفل وحطيته على وش الحلة، وشوفوا شكل الحلة تحفة بجد. هي بدأت تغلي معايا، فبقلب انا كده البهارات بتاعتي. وبعد كده هسقي المحشي بتاعي، وهيبقى بقى ريحته الله. يا جماله يا جماله. انزلي بقى، انزلي بالمية بتاعتك المغلية دي وايديك. دي اتلسعت ما انا عارف. معلش ما علينا ما علينا. ما شاء الله، هزي بقى الحلة بتاعتك، هزي يا وز لغاية ما المية دي تنزل لتحت. هزي كل ما تهزي تشرب. وده يبقى من نجاح المحشي بتاعك. اوعى تحط المية وتسيبها عايمة على الوش وتسيب القارية من تحت تبقى حصى. هزي ايوه كده، شوفوا بقى. يا عيني على الريحة والجمال. دي الحلة التانية ودي الحلة الأولانية. البخار عامل عامله مع الكاميرا. تعالوا بقى ايه نقلب المحشي. الله. طب قولي كده يعني، غمضوا وفتحوا كده، بصوا غمضوا وفتحوا، غمضوا يا ولاد. صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي يا أم سمير؟ حاجة كده تحفة. حاجة ما شاء الله. ادي الحلة وده المحشي وده الفرخة. طب قولولي كده بالله عليكم، تورتاية ولا مو تورتاية؟ تورتاية. يلا نزلي بقى كده. والشعب بيقولك عايزين ناكل هم هم هم. اه لو شفتوا اللي ورا الكاميرا ما اقولكوش. اتفضلوا معايا يا حبايبي. اتمنى الفيديو النهارده يكون سهل وبسيط وبيعجبكم، واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانوش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ فتحية فايد. واتمنى الفيديوهات تكون سهلة وبسيطة وبتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واترككم في رعاية الله. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة يا حبايبي، بحبكم في الله. واتمنى الفيديو النهارده يكون سهل وجميل ويعجبكم. والفرخة دايبة دب دب دب، جربوها مش هتندموا في حياتكم.